قبل ما نبدأ بقى وصفتنا الجميلة، عايزة أقول كلمتين. أنا في ناس كتير جدا، يعني اللي أكتر ناس بتشاهد الفيديوهات بتاعتي مش مشتركين عندي في القناة. يعني أتمنى إن انتوا تدخلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم أي إشعار لأي فيديو جديد أنزله. وأنا طبعا يعني مبتدية لسه بموبايل، ما عنديش امكانيات ولا حاجة، بس ان شاء الله بيكو هوصل. وان شاء الله لما ربنا يكرمني هتلاقوا جودة الفيديوهات احسن. وانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط الفيديو، اخلي الاضاءة واضحة لكم والصوت والوصفة. ويا رب بقى زي ما قلت لكم، يعني اللي مش مشترك في قناتي يدخل يشترك وينورني يكون ينضم لعيلتنا الجميلة. وإن شاء الله يعني أنا زي ما قلت لكم، هي القناة مش هتبقى وصفات بس، هي القناة متنوعة، بس أنا حاليا مركزة في الوصفات شوية. وقدام بإذن الله هتبقى فلوجات وتحديات ومقالب وكل حاجة. اللي انتوا عايزينه تقدروا تكتبولي في الكومنتات وانا هعمله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى انا جايه لكم بوصفه. يعني بصي، وصفه غدا سهله وسريعه ومش مكلفه. وبصي يعني تعمليها في 5 دقايق ومش متعبه، وتنفع للكبار وللصغيرين، بس للاطفال اكتر. الاطفال هتفرح بيها جدا. تمام. انا بقى الوصفه دي هعملها معاكم النهارده ليه؟ لان انا بحبها جدا. تمام. دي الحاجه التانية، كنت بصراحه على طول باكلها في النادي. لما اروح النادي وكده اكلها. بقالي فتره ما بروحش لقيت ان انا نفسي فيها، وانا مش في نفس الوقت مش رايحه. تمام. فقلت هعملها في البيت وهعملها بالكميه اللي انا عايزاه، ان هي بتتباع بمبلغ وقدره يعني. تمام. تعالوا بينا بقى النهارده نشوف ايه هنعمل ايه، وتعالوا بينا ندخل على المقادير. بسم الله. بصوا، هنعمل كورن دوج. تمام. معانا هنا سوسيس. بصي الكميه اللي انت حباها. ومعايا هنا كوبايه لبن، ونفس الكوبايه دي هي نفس الكوبايه اللي هتعملي بيها الدقيق. تمام. عشان بس ما تغيريش الكوبايه، عشان تبقى مقاديرك مظبوطه. الكوبايه اللي هتعيري بيها اللبن هي اللي هتعيري بيها الدقيق. فمعانا هنا زي ما قلنا نص سوسيس. تمام. هوت دوج يعني. وكوبايه لبن. ومعايا كوبايه دقيق ابيض اهو، اللي هو الدقيق العادي. ومعايا كمان كوبايه دقيق ذره، بيبقى لونه اصفر كده زي البقسماط، بس هو مش بقسماط، هو دقيق ذره. معايا كوبايه. تمام. هي نفس الكوبايه. ومعايا بضايه. ومعايا هنا باكت بيكنج باودر. وربع كوبايه سكر، يعني معلقتين كبار سكر. ومعانا اللي هي الاعواد الخشبيه بتاعه الشيش طاووق، بس انا قاسمه الواحد 2 عشان ما يبقاش طويل قوي. تمام. ومعانا ملح. وهيبقى معانا كمان فلفل اسود. تعالوا بينا بقى نسمي الله وندخل على الطريقه. بصوا، اول حاجه هعملها هرش شويه فلفل اسود على السوسيس. تمام. يعني مش كتير. وشويه ملح. وهحط شويه دقيق. بصوا، هحط شويه دقيق عشان خاطر يخليه متماسك، وفي نفس الوقت يخليه ينفش معايا. تمام. وهقلبهم مع بعض. بصوا يا بنات، قلبناهم اهو مع بعض. تمام.
وهركنه على جنب. وهنجيب بولة هنحط فيها بقية المقادير. انا هنا حطيت البيكنج باودر والسكر، وهحط برضو هحط شوية ملح صغيرين وشوية فلفل صغيرين. وهحط الدقيق الابيض والدقيق الذرة واللبن والبضايه. معلش ثواني بس، هحط سنة فلفل على البضايه من على الوش عشان ما يبقاش في ريحة زفارة. تمام. وهنقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. خلينا متفقين ان لو الخليط اللي انا بعمله ده اللي هو هيبقى الكفر على الهوت دوج من بره، لو طلع، خلينا متفقين انه لو طلع معاكي خفيف هتزوديه دقيق ابيض مش دقيق ذره. تمام، دقيق ابيض. ولو طلع معاكي تقيل اللي هو متماسك هتزودي له شويه لبن. انا هوريكم القوام بتاعه المفروض يبقى ازاي، هو يعني ولا خفيف ولا تقيل. تمام، بصوا ده القوام بتاعه، شايفين عامل ازاي؟ يعني ولا تقيل ولا خفيف. هجيب بقى حاجة تكون طويلة. تمام، علشان تعرفي ان انت تسقطي فيها الهوت دوج كده وهو واقف. تمام، هوريكم دلوقتي. بصوا انا جبت العلبة دي لان هي اطول حاجة عندي، يعني اطول من الكوباية وكده، عشان اعرف ادخل فيها السوسيس الهوت دوج. تمام، وهفضي الخليط فيها هنا. انا فضيت الخليط اهو، هركنه بقى على جنب. وهجيب الهوت دوج، وهجيب العيدان الخشبية. تمام، وهنبتدي ان احنا ندخلها هنا كده، بس طبعا مش كلها، يعني هندخل نصها ونخلي ايه نصها من بره بالطريقة دي كده. هعمل الكمية كلها كده وهنرجع نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى انا عملت الهوت دوج كله كده وولعت على الزيت. هجيب بقى الخليط وهنزل فيه الهوت دوج. تمام، لازم تغلفيه من بره ومن جوه كويس جدا، يعني عفوا من كل الجوانب، يعني عشان في ناس هتسألني من جوه ازاي. بصوا اهو هتغلفيه بالطريقة دي. تمام، انا هقلي معاكم دلوقتي 2 وهكمل انا بقية الكمية. بصوا يا بنات، لازم الزيت يبقى غزير وسخن جدا. وبص بقى الخطوة دي مهمة جدا. تمام، المفروض ان انتي اول ما تنزلي، يعني بصي هوريكي دلوقتي، السوسيس تنزليه تفضلي ماسكاه كده شويه لحد ما الكفر يتشمع كله من بره، عشان اول يعني لو حطيتيه وسبتيه كده هوريكم شكله هيطلع عامل ازاي. هيطلع شكله الكفر من بره مبطط، لكن لازم تمسكيه. بصوا يا بنات، دي اللي انا حطيتها وما مسكتهاش. تمام، بصوا بقى الكفر من بره طلع عامل ازاي، لكن دي اللي انا كنت ماسكاها شويه. بصوا طلع مدور وحلو ازاي. بصوا اول ما تنزلوه في زيت سخن، اول بقى ما تنزلوه في زيت سخن وتشمعي الكفر اللي من بره ووطي عليه، علشان خاطر ما تنسيش ان الهوت دوج مش مسلوق، فعشان يطلع معاكي مستوي بعد ما الكفر اللي بره يتشمع وطي عليه علشان يستوي من جوه. بصوا بقى انا كده قليت الكميه الباقيه. تمام، بصوا ده شكلها اهو. بصوا شكلها يعني تحفه، ولا الريحه ولا الطعم مش قادره اقول لكم. بصوا بقى وهنفتحها مع بعض برضو. ماما بصوا اهو شكله تحفه. بصوا
ومستوي من جوه، وبجد تحفة وسريع ومش متعب ومش مكلف، وهتعمليه في 5 دقايق وهيفرحك انت واولادك كمان. يا رب بقى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، وما تنسونيش في اللايك والشير والكومنت وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يصلكوا كل جديد. باي باي.